هنتكلم النهارده عن بند مهم جدا. ايه هو بند الشطر او الشيشه الحصيره؟ بند الشطر او الشيشه الحصيره ايه هو فايدته او بنركبه ليه؟ فايدته اربع حاجات: اتربه، حراره، صوت، وحمايه. ايه هو الاتربه والصوت والحراره والحمايه؟ احنا عندنا الورقه اللي بتركب دي ورقه الشيشه الحصيره. ورقه الشيشه الحصيره بيبقى موجود الفوم الداخلي، الفوم الداخلي ده بيعزل حراره وبيعزل صوت. طيب، وبالنسبه للرطوبه بيبقى موجود الفرش دايما ما يدور الشطر. هنتكلم قبل ما نسيب الورقه، هنتكلم عن نوعين من الفوم اللي بيبقوا داخل الورقه: في النورمال فوم والهارد فوم. ايه هو النورمال فوم؟ النورمال فوم بيركب في الشبابيك اللي مساحتها صغيره بحيث ان هو ما بيبقاش كثافته عاليه قوي. الهارد فوم بيركب في الشبابيك اللي عرضها كبير، بيبقى بيديله عصب. النورمال فوم بتلاقي الورقه بتلب كده عادي، ودي ما فيهاش اي خطوره. انما على المساحه العاليه لازم يتعمل له هارد فوم عشان العصب بتاعه. طيب، احنا ايه الحاجات اللي احنا لازم نعملها قبل تنفيذ اي شطر؟ لازم اول حاجه تاسس للشطر من جنب الشباك من فوق، تطلع له السلك بتاعه وتحط الزرار بتاعك بحيث ان انت ماسس له كهرباء. طب انا كمهندس او انا كصاحب بيت او انا بشطب بيتي، استلم ازاي او بتعاقد ازاي؟ طيب، احنا عندنا اول حاجه العلبه بتبقى مكونه من حاجتين: العلبه الحرف ال وكفر الحمايه. طب هنتكلم على كفر الحمايه. كفر الحمايه ده بيبقى في منه انواع، في نوع منه اسمه الميجا وفي منه نوع اسمه الدلتا. احنا عندنا هنا ده نوع اسمه الميجا. الميجا ده اللي هي بيبقى فيه شفه من تحت، الشفه من تحت دي بيبقى فيها الستيل مديله برضه عصب. ونيجي بعد كده حاجه مهمه نستلمها برضه، بنيجي نشوف هنا نوع القطاع، تاريخ الانتاج، التفاصيل كلها بتبقى موجوده على الكفر بتاع الحمايه. نيجي بعد كده على العلبه ذات نفسها. العلبه ذات نفسها بتبقى عباره عن حرف ال، دي الطنبوره في النص. بنيجي بعد كده بيبقى فيه من نوعين من الحمايه من هنا: في بتاع الاحمال وفي الجزء اللي موجود ده الانتيمونيوم. طب الانتيمونيوم ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن العلبه دي بتبقى مدهونه الكتروستاتيك، دي بتبقى منع للصدى، دي بتتركب في الاماكن الساحليه عادي. في ناس عندها في الساحل مركبه شاطر يقول لك انا الشاطر بتاعي صدى. ليه؟ لانهم مركبوا احمال مش مركبين الانتيمونيوم اللي مدهون الكتروستاتيك. طب حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها مع المصنع اللي احنا متعاقدين معاه، نشوف هنا الليبل المحطوط، الحفر اللي موجود هنا ده، عشان نضمن ان هو مش متصنع تحت السلك. طيب، وبرده كل التفاصيل موجوده، تاريخ الانتاج، كل حاجه موجوده في الشطر. طيب، اللي احنا عايزين نتكلم فيه ايه؟ ان احنا بنيجي ناخد كوتيشن من شركه والثانيه والثالثه، بتلاقي تفاوت اسعار كبير جدا. بتلاقي ده برقم، تلاقي ده ضعف الرقم، بتلاقي ده ثلاث اضعاف الرقم. ليه؟ هنتكلم على حته ان احنا كل الكلام اللي انا اتكلمت عليه ده كله ممكن يتضرب. يعني ايه يتضرب؟ يتصنع مش من المصنع ذات نفسه، الراجل او المصنع او وات ايفر هيصنع الكلام ده كله بايده، وهيبقى في مشاكل بعد كده. طيب، الحاجه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها خدمه ما بعد البيع. طب احنا دلوقتي حاليا احنا كشركه ديزاين احنا بنشطب هنا او بنركب شطر هنا او بيبقى في خدمه ما بعد البيع. اما بنيجي نتعاقد مع حد بيتعاقد مع شركه ديزاين، الا وهو المواتير بتبقى عليها ضمان 7 سنين والشطر بالكامل عليه ضمان 3 سنين. طيب، هو بيجي يتكلم معانا فيما بعد عن باشمهندس انا عندي مشكله، باشمهندس انا عندي كذا، هو اصبح مش هيبقى عنده مشكله. ليه؟ لان احنا كل حاجه جايبينها في السايت، مش سوري مش مضروبه، مش متصنعه، الحاجه دي جايه من المنشأ بتاعها استيراد. لان انا هتكلم في الشطر ان هو مش بيحصل ليه صيانات زي العربيه، يحط له زيت كل سنه، الكلام ده لا، هو بيتصنع زي ما هو بيتحط، ما بيبقاش فيه اي مشاكل فيما بعد. فخدوا بالكم من الحاجات المهمه دي جدا. شكرا لحضراتكم.